قبل ما ابدا الفيلم بقول لك وحشتنا يا صديقي، ولذلك جايب لك فيلم مثير بجد خطير، حاله من الاكشن والاثاره والدراما والتشويق التي لم ولن تراها الا عند مختار كوكلي البسيط. كل اللي عليك تصبر في البدايه المتلخبطه علشان تستمتع بالنهايه المتظبطه. ولا اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم على طريق همالايا الشمالي اللي بيكون ماشي عليها قوه من الجيش الهندي، معهم معلومات ومفتاح اقوى سلاح صنعوه. الحلو ان السلاح ده مش عادي، سلاح فتاك مرعب لاي حد يفكر يعاديهم، وفي نفس الوقت لو اي حد من اعدائهم وصل للسلاح او اي معلومات عن السلاح كتزر هيمحي الهند من على وجه الارض. ولذلك بيكون في قوه نقل الصندوق اللي فيه مفاتيح السلاح واي معلومات عنه هيحطوه في قاعده عسكريه امينه وبالقوه اللي تقدر تحمي السلاح ده. ولكن بيحصل الكل خايف منه، وهم ماشيين بالصندوق بيكون منصوب لهم كمين. هو العربيه بتركن على اليمين والتانيه بتركن على الشمال يا صديقي. المدافع الهنديه بتطلع ومن بدايتها كدبه الله ينور. الجنود الهنود بيكونوا سادين، ولكن بتحضر في المكان الطياره الهليكوبتر دي عليها واحد بسلاح متين. الطلقه اللي بيضربها بتخلص على اتنين، بيخلص على القوه الهنديه كلها. وفي نفس الوقت في الصين مش بتروح لشانغ بتقول له على فكره انت بهدلتني، فجاه كده اتصلت بيا وعايز تقابلني، صوتك لعبني في التليفون، وفي الاخر اجي الاقيك بتشرب شوربه فيران. بيقول لها الموضوع كبير قوي يا ماشا، في واحد هيهجم على القوه اللي هتنقل السلاح بتاعكم، ده ما كانش هجم وخلص على القوه بتاعتكم اصلا. وفعلا يا صديقي ابن الهرمه بينزل من الطياره بعد ما بيخلص على كل الجنود الهنود، والبت بتقول له مين ده، تبع الصين ولا تبع باكستان؟ بيقول لها ده مش تبع حد، ده تبع نفسه. بتقول له عايز ايه؟ بيقول لها عايز نهايتكم. بتقول له طيب واشمعنى اختار الهند؟ بيقول لها ما هو ده اللي انت هتشتغلي عليه. ابن الهرمه بيروح للجندي ده، الجندي بيقول له انت مين؟ بيقول له انا اللي ضاع من عمري سنين، انا الفيتامين، انا اللي مختار كوكلي كتب عني اكتر من كلمتين، انا اللي هدمر بلدك يا حزين. ومش بتقول لي شانغ يعني الشخص ده ناوي على ايه؟ يقول لها ناوي على كتير قوي، بس صدقيني مش خير، اللي قدامكم عدو قوي كبير. بتقول له ايوه يعني انت ما عرفتنيش اي حاجه عنه. بيقول لها انا كل اللي اعرفه قلته لك، انا همشي مش هينفع اقعد اكتر من كده هنا. ما بيلحقش يقوم لان ابن الهرمه ده بيكون مخلص عليه، مش بتاخدها جري وراه وبتخبطه بالسكينه دي في كتفه، بيوقف وبتخش عليه. بنت اللعيبه بتكون حريفه بتلفه هي واحده والتانيه بتكون نكتر رقبته في السيخ ده، بتكون خلاص ماشيه، ولكن ابن الهرمه بيتحرك وهو بيخرج السيخ من رقبته. والغريبه صديقي ان رقبته بتكون سليمه ما فيهاش اي حاجه، من الصدمه ما بتقدرش تتحرك. هو ابن الهرمه بيديها واحده والتانيه بيخبطها في صندوق الزباله. يقول لها استعدي بدات الحرب يا قمر، وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده قاده الجيش الهندي بيعملوا اجتماع، والوزير بيقول لهم ايه الهبل ده؟ ممكن حد يفهمني ازاي صندوق السلاح اتخطف امبارح؟ العقيد عادل بيقول له يا فندم المجرم اللي سرق السلاح سايب لنا رساله. بيشغلوا الفيديو، ابن الهرمه بيقول لهم انا عارف اللي عملته ده زمان ومحيركم، عايزين تعرفوا انا مين؟ اسئله كتير هتجننكم، بس انا عندي سؤال واحد ليكم، ليه لو 100 واحد اتفقوا على شيء معين انه صح يبقى صح رغم ان الحاجه اللي متفقين عليها دي بتكون غلط؟ وليه لو واحد وحده عمل حاجه تقولوا عليها غلط وهو يكون ماشي صح؟ مش مشكله، القوه دايما هي الصح. طبعا كلام كبير عليكم مش هتفهموه لانكم خرفان يا خرفان، معلش ظلمت الخرفان. والقوه اللي انتوا فرحانين بيها بتاعت الجيش بتاعكم شوفوا انا عملت فيهم ايه. وطبعا لحد دلوقتي انتوا مش عارفين انا عايز منكم ايه. هقول لكم انا همسح الهند من على الخريطه، وطبعا ما كنتش هعرف اعمل ده لوحدي، كتر الف خيركم صنعتوا لي السلاح الجبار ده، هو اللي همحيكم بيه. وقبل ما انهيكم هعيشكم 3 ايام اسود من الفلفل الاسود، هتتمنوا يجي بسرعه اليوم اللي هدمركم فيه. وبيسيب المكان وبيمشي. عادل بيقول له يا فندم الشخص ده مش سهل خالص، اتزرع وسطنا وقفل انظمه الامان اللي عندنا وهجم على القوه محدش حس بيه خالص. وهوب بتخش عليهم ماشى، بتقول له استنى يا فندم، امبارح انا كنت عند تشانغ في الصين، قبل ما يخلص معايا كلام اتقتل، واما فكرت في كلامه لقيت ان محدش يعرف يعمل كل ده الا واحد كان وسطنا. بيقول لها ده مش وقت اعتقادات وتفكير، حد عنده حل للمصيبه اللي احنا فيها دي؟ عادل بيقول له سيب لي المهمه دي يا فندم، لازم نشتغل عليها في السر. بيقول له سر؟ اسمعني كويس، الصندوق ده في حياه البلد، قدامك 72 ساعه تكون جايب لي الصندوق ده. بيقول له اكيد يا فندم. بيخش مكتبه ومش بتخش وراه. بتقول له الشخص اللي قتل تشانغ ده كان لابس قناع شبه قناع صاحبنا ده، والغريب اما ضربته في الشباك السيخ دخل في رقبته، خرج والجرح اللي في رقبته كانه، بيقول لها كانه خارق صح؟ بتقول له بالظبط. بيقول لها الكلام ده مش عايز اي حد يعرف بيه. بتقول له ازاي يا فندم؟ بيقول لها زي ما بقول لك احنا قدام مجرم خطير معاه معلومات ومفتاح سلاح ممكن يدمر بيه الهند، ولذلك لازم نهدى علشان نعرف نفكر، احنا عايزين حد من بره الجيش الهندي. بتقول له طيب وهنجيب مين؟ بيقول لها قصدك هجيب 2، هم دول راكيش وفيروز، 2 من اكفأ الضباط اللي اشتغلت معاهم في حياتي، ولكن هم الاثنين اتحاكموا محاكمه عسكريه. بتقول له اشمعنى؟ بيقول لها لانهم مجانين، وهم الوحوش الجويه، الاسود الارضيه، الكدابين التي بقدراتهم كانوا كنسنه حربيه وداخليه، راكيش وفيروز. بالليل بيجهزوا للمهمه اللي رايحينها. فيروز بيقول له اسمع علاء انا جبت اخر منك وانا اقوى منك واكبر منك وهخش اقابلك الطياره. بيقول له اصلا انا من نفسي كنت هخليك انت تركب الطياره الاول، عارف ليه؟ لان بصراحه لما اتجوز هخلي مراتي هي اللي تركب الاول. بيروحوا عند الطياره، بيقول له ربنا ما انا راكب الاول، اركب خلينا نشوف المكلكح العجوز اللي جوه ده عايز مننا ايه. بيركبوا الطياره وبيقول له امرك يا فندم. بيقول له اخباركم يا اولاد، يا ريت اما تشكروا فيا تبقوا توطوا صوتكم شويه بقى، انا مكلكح وعجوز يا جرابيع. الطياره بتطلع بيهم. بيقول لهم ركزوا معايا بقى، السفير كان في اجتماع واما روح البيت لقى الارهاب مستنيينه وخطفوه هو ومراته واولاده.
ولاده، وحاليا واخدينهم في قريه اسمها كابول. بيقولوا مين رئيس الجماعه دول؟ بيقولوا فاكر جمال؟ بيقولوا طبعا، استخبارات الامم المتحده قتلوه. بيقولوا ما هو قائد الجماعه دول هو ابنه، خد مكانه بعد ما مات. راكش بيقول له يا سلام، زي ما انا هاخد مكانك قريب يا فندم، قصدي يعني بعد عمر طويل يا فندم. كمل يا فندم كمل. بيقول له ما هو ابنه احنا قبضنا عليها روش، علشان كده رجالته خطفوا السفير بعيلته وعايزين نرجع لهم رئيسهم، بس احنا مستحيل ننولها لهم. دلوقتي هننزل بالطياره بعيد عن القريه، وانتوا الاثنين واحد فيكم هيركب ليلى والتاني هيركب مانجا. استنوا بقى علشان نياتكم ما تروحش لبعيد، اهم دول يا رجاله. المهم هتوصلوا القريه وتجيبوا معاكم السفير وعيلته، ده انا رجعتوا عايشين انتوا اصلا. بيقول له فندم انت كده بتدوس على الوتر الحساس. راكش بيقول له كبريائنا اقوى من قوتنا يا فندم، ولذلك هنبهرك يا بهيج. بيقول لهم طيب يلا علشان وصلنا يا مشاليل. الطياره بتنزل والاثنين بينزلوا بالخيول. راكش بيقول له انا هاجم على الشمال وانت تهجم على اليمين. بيقول له انت مين قال علشان تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ بيقول له لاني انا احسن منك بكتير. بيقول له الخبره بتلعب دور كبير. بيقول له انا اسرع منك بكتير. بيقول له بس انا اهدى منك بكتير. بيقول له بس انا اخف منك يا زميل. بيقول له بس انا بضربه بخلص وبهيم. بيقول له بس انا اشرس منك بكتير. بيقول له طيب وانا اكبر منك بكتير يالا. بيقطم خالص وبيخشوا القريه. عادل بيكون مراقب كل تحركاتهم، وفيروس بيقول له راكش بقول لك ايه يالا، القريه كلها عباره عن جيش. بيقول له وريني كده. لا ما تقلقش مش هياكلوا معانا عيش، فكك منهم، تعالى لو هتقدر ورايا عجوز يا مكلكع. بياخدها جري وتنطيط، وهو بيلاقي الحارس ده في ظهره. فيروس بيخلص عليه. بيقول له مين اللي مكلكع حسيس، تعالى ورايا يالا. بيخشوا جوه، راكش بيعمر سلاحه، هو اللي بيشوفه بيحطه في كيس. مش شايفها خبيث. اما فيروس بيركب كاتم في السلاح، واللي بيلمس مشاعره وبيبوس. مش شايفها خلبوس. راكش بيخش جوه، واللي بيقابله بيلعبوا سوا. بيخرج السكينه، واللي بيقابله بيعمل في وشه فرحه على السفينه. ابلع على اللي بعده، انا هساعده. فيروس اسكت يا صديقي. لا والله. بيقلع العبايه والخمار، واللي بيخش عليه بيولعها نار. مش شايفها منار. بيكسر عظمهم، وراكش بيجي له من الناحيه الثانيه. بينزلوا تحت بيلاقوا نسوان متنقبين، بيشيلوا من عليهم النقاب. بيلاقوا السفير وعيلته يا صديقي. بيقولوا لهم ما تخافوش. وعدل بيكون سامع كل اللي بيحصل. بيقول لهم ايه الاخبار، وهوب شويه من الارهاب بيهجموا عليهم. بتهجموا على مين؟ ابلع يا حزين. الاتنين بيكونوا عاملين ميكس نار، ما تقولش مختار كوكلي وصديقه الجبار. بيخلصوا على كل اللي حاضرين، واخر واحد بيكون في ايد راكش. الشهامه بتاخده بيرميه لتحت، وهوب الجيش اللي تحته بيشوفهم فوق، ومن بعدها عينيك ما تشوف الا التخبيط فيهم بالاسلحه عزو. بينزلوا السفير وعيلته لتحت، وفيروس بيقول لعادل الدنيا هنا، ومره واحده الضرب بيقف خالص. بيلاقوا الباب ده بيفصلهم عن الجيش اللي بره، وهوب قايدهم بيقول اضرب يا ويلي. بيفجروهم وبيستنوا بره، ومره واحده القنابل اللي زرعينها بره بتنفجر واحده ورا الثانيه، والاثنين بيخرجوا بره هيجين باسلحتهم. طالعين مش شايفين، والطلقه الخارجه منهم بتوقع رجلين. ارجع يا حزين. بيلاقوا الباب في وشهم، بياخدوها جري لبره. بيركبوا السفير وعيلته، هو بالعربيه بيكونوا خلاص ماشيين، ولكن راكش بيشوف جمال ابن اللعين. فيروس بيقول له جمال الدين حقي، هو ازاي لسه عايش؟ بيقول له عادل اسمعني يا فندم، جمال الدين لسه عايش. بيقول له مستحيل. بيقول له هات سيد اللبلوبي لسه عايش وشايفينه بعينينا اهو. بيقول له سيبه وهات السفير ومراته تعالى على هنا، مش عايزين اي تهور ولا مخاطره. راكش بيقول له هنسيب الكلب ده. فيروس بيقول له معلش يا اسطى علشان السفير وجماعته. مرات السفير بتقول لهم روحوا ما تقلقوش هترجعوا تلاقونا مستنيين، وفعلا بيطلعوا له فوق بيلاقوه مستسلم تماما. فيروس بيقول له يلا يا جماعه يلا من هنا من غير شوشره. بيقول له هتقبضوا عليا، رجالتي هيعملوا عمليه هيهددوكم وهتخرجوني تاني من السجن، يبقى ما خسرتش غير المشوار. راكش بيقول له الراجل ده مش مظبوط، لبسوا الزعبوط. وفعلا بيلبسوه الزعبوط وبياخدوا بعضهم ويمشوا. بينزلوا تحت، راكش بيركب العربيه، وفيروس بيركب ليلى وبياخد مانجا معاه وبيمشي، ولكن اولاد الهمه بياخدوها جري وراهم. راكش بيقول له يلا غمس له دي، بيرميها له، بيعديها بطلقه خلفيه بيشيل العربيه باللي فيها، ولكن اولاد الهمه بيكونوا كتير جدا، بيفضلوا يجروا وراهم لحد ما بيوصلوا الطياره. بينزلوا تخبيط فيهم، ولكن الرجاله بيخشوا الطياره. بيقول له اطلع عاد عدوله. عادل بيطلع، وفيروس بيقول له راكش هات زر القنابل. بيقول له نهار اسود انا الظاهر كده ان نسيته تحت. الارهابي بيشوفه وهو بيدور في جيوبه، بيبص في العربيه بيلاقي زر القنابل. الاتنين بيقولوا له لا هو هتعملها ما تدوسش على الزرار. بيقول لهم هفجركم يا كلاب، وفعلا بيدوسوا على الزرار، القنابل بتنفجر فيهم. بيقول له يا اخي ليه ده احنا كنا ناقصين نبوس ايديه علشان ما يدوسش. بيقول له يلا بقى الله يرحمك الراجل اهبل. بيضحكوا، هو بيوصلوا وبينزلوا لزمايلهم اللي بيكونوا في منتهى السعاده بيهم. عادل بيخلص، هو بيقول لها الاتنين مجانين. بتقول له طيب ليه يا فندم بتحاكموا محاكمه عسكريه؟ بيقول لها احنا بقى لنا نص ساعه بنتكلم، خلينا نبدا في المهمه وبعدين احكي لك كل اللي حصل، وان كان ابن الهرمه اللي خد صندوق السلاح ده مجنون فانا هجيب له اتنين مجانين، وها هو المجنون الصغير المكير الهيتيا الكبير راكيب بيكون شغال في المطافي، هو بيوصل مكان الحريق في الوقت المناسب. العيله دي بتقول له ابوس ايديك الحق شيله من جوه. بيخش جري وسط النار، بيلاقي شيله على الكوميدينو. ايوه هي ده صديقي. بياخدها بره، بيقول لهم هي دي. بتقول له تسلم يا ابني. بيقول يا رب، وبيسيبهم ويمشي. مشى بتروح له وبتحكي له كل اللي حصل. بتقول له ها موافق تيجي معانا المهمه دي؟ بيقول لها بقى عادل قال لك ان انا هاجي معاك المهمه دي؟ ده ابن الهرمه واحنا بنتحاكم ما قالش في حقنا كلمه تخفف عننا الحكم. بتقول له ده شغل، وبعدين بقول لك سلاح البلد والبلد هتتدمر وانت تقول لي حكم، بقول انك مش قد المهمه دي. بيقول لها خد يا بت انتي انا كافل لي 3 مهمات زي دي. بتقول له مش باين. بيقول لها هنشوف. بتقول له على فكره احنا محتاجين لكم قوي في المهمه دي. بيقول لها محتاجيننا؟ قصدك على العجوز التاني اللي كان معايا؟ لا انسي ان ده يرضى يجي. بتقول له ما انت من شويه ما كنتش جاي، خلينا نروح له ونحاول. وفعلا فيروز بيكون
بيكون شغال في البترول. راكش بينزل من الطياره بيقول له وحشتنا يا اسطى. بيقرب منه بسلام ولكن بيقول له لا معلش بعد ما تستحمى. البنت بتقول له معاك النقيب ميشا. بيقول لها وبميشا تحلى العيشه. بتاخده على جنب بتوريه الفيديو وبتحكي له كل اللي حصل. بيقول لها والمطلوب. بتقول له احنا عايزين نرجع الصندوق ده. بيقول لها طيب وكرامتنا هنرجعها ازاي؟ انا مش رايح معاكم مهمات تاني والكلام الاهبل ده. راكش بيقول له انسى اللي حصل بقى يا اسطى وبعدين مالكش دعوه بعاده، احنا رايحين ننقذ البلد. بيقول له البلد فيه اللي يحميها انما احنا خلاص ما بقيناش ظباط يا حبيبي. بيقول لي مش ما انا قلت لك دماغه انشف من الحجر، خليك في البترول اللي انت شغال فيه وانا هخلص المهمه دي لوحدي. وفعلا بيسيبه ويمشي وبيسافروا على لندن. عادل بيتصل بميشا وبيقول لها اسمعيني كويس، انا هدير المهمه من بعيد ونتمسك راكش في المهمه دي احنا ملناش اي دعوه بيه وان اضطريت تبيعيه بيعيه، اهم حاجه نرجع الصندوق ده. بتقول له امرك يا فندم. بيخش المكان ده بيلاقي مين مستنيه؟ ابن الهرمه المقنع رئيسهم. بيقول انا نفذت كل طلباتك يا رب بقى توقف اللي انت عايز تعمله. بيسلم عليه فبيرزعه بطلقه في قلبه. في الوقت ده ميشا بتاخد راكش في العربيه وبتقول له زمان في الحرب العالميه الثانيه اما كان هتلر بيضرب في المملكه المتحده الملكه نزلت استخبت في مكان سري تحت الارض. المكان ده حاليا مترو، هو المكان ده اللي ابن الهرمه شايل فيه الصندوق. بينزلوا من العربيه. بيقول لها طيب احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بتقول له هو انت فاكر ان احنا لوحدنا هنعرف ننزل المكان ده يابا؟ بيقول لها هو مين الخارق اللي هتجيبيه معانا؟ بتقول له الدكتوره باو. بيقول لها بهريني. باو بتخش عليهم بتقول له دي دكتوره باو، دكتوره شاطره جدا شغاله معانا في التهكير وابحاث الذكاء الاصطناعي. بيركز معاها وبيدب في جمالها. بيفضل بص عليها وهو بتيجي تحت رجليه. بيقول لها حلوه قوي بنظره مني جبتها تحت رجليا. بتقول لهم لا مسوري يا جماعه تعالوا ورايا. بتاخدهم على المختبر وبتقول لهم بصوا بقى ده شكل نفق المترو. بمجرد ما نخش هناك الكاميرات هنلاقيها ماليه المكان. الصندوق موجود في خزنه تحت الارض. انت يا راكش هتروح على قضيب المترو علشان تفتح لي هكون مستنياك فوق. لازم تشد حيلك وتتحرك علشان بعد 15 ثانيه المترو هيتحرك تاني. بيقول لها وليه انا اروح عند المترو؟ بتقول له علشان احنا هننزل ونلاقي الامن اللي في المكان هم يخرجوا جري وراك لبره. بعد ما نفتح هتيجي تاخد الصندوق هنلاقي ميشا مستنيانا بالعربيه وهنهرب من المكان. وفعلا يا صديقي بيوصلوا محطه المترو. راكش بينزل تحت وباو بتروح على غرفه التحكم. ميشا بيخش معاها وبتخلص على كل اللي في اوضه التحكم. راكش بيقول لهم انا تحت. ميشا بتقول له استعد 1 2 3 روح. بياخدها جري والمترو بيكون خلاص هيخبطه. تفتكر انه هيخبطه يا صديقي؟ لا والله بيكون اسرع من المترو وبيوصل في اللحظات الاخيره. وانا كمختار مصدق الله جاتكوا نيله. المهم ميشا بتركب العربيه هو بتروح من فوق ناحيتهم. راكش بيروح يفتح لباو هو بيفجر الحته دي وبينزلوا منها لتحت. نفس الكلام بتعمله ميشا. بتحوط العربيه بالقنابل وبرضه بتنزل لتحت وزي ما كانوا مخططين الامن بيروح لراكش بيرمي لهم قنبله دخان. هو بيخش عليهم بمسدس الميه لا بيخلي فيهم شرير ولا غلبان. بينزل فيهم تلطيش بايديه ورجليه بيكسر فيهم ولا حد فيهم قادر عليه. بيخلص على اللي في ايديه وابن الهرمه ده بيخش عليه ولا بيقدر عليه. بينزل فيه تخبيط هو بالسلسله دي بيطلعه لفوق وهي واحده بالسكينه بيجيب رقبته والتانيه بيرميه من فوق. بيقول لها بسيطه اهي ولكن ابن الهرمه بيقوم له تاني ولا فيه اي خدش. راكش بيجيب اخره وبيطلع الفركانش بتاعه بيضربوا بيه ولكن بيكون قريب. بيشدوا بيه وهي واحده بيكسر بيه الحيط. راكش ما بيقومش تاني بيمسك باو من رقبتها. راكش بيغضب وبيروح جري عليه ولكن الجندي ده بيديله واحده بقفا السلاح بيغميه. ميشا بيكون في منتهى الصدمه وراكش بيكون مستسلم ورافع ايديه. اولاد الهرمه بيسيطروا عليه بالكامل والمقنع بيقول له ايه لا فاكر نفسك هتيجي تاخد اللي انت عايزه وتمشي؟ بيضحك ومره واحده الحيطه دي بتنفجر بيخش منيها الوحش العنيف فيروز. راكش بيكون في منتهى السعاده وفيروز الكذب اللي بيكذبوا زياده نصدقه يا ساده. بيخلص عليهم وبيروح لصاحبه يقومه. بيقول له فين الخزنه؟ بيروحوا على الخزنه وميشا بتكمل في طريقها. اما الوحشين بيخلصوا على اي حد يقابلوه وابن الهرمه ده بيرمي عليهم قنبله بيهربوا منها وبيخرج لهم تاني بطوله. راكش بيقول له اوه الواد ده ما بيموتش خالص عايزين نغزه غزه عافيه. بيقول له ماله حبيبي نغزه. وفعلا صديقي الاتنين بيقوموا عليه هايجين. في الوقت ده باو بتفتح الخزنه اللي فيها الصندوق وابن الهرمه بيخش عليهم محروق. بيكون خلاص هيكمل ومش بتخبطه بالعربيه ولا بيتألم. بيكون هيكمل وراهم ولكن بيفجروا الحته دي بيمشي. تقريبا يا صديقي ما بيحبش التراب. المهم بيروحوا الباو وفعلا بعد التركيز مع ابو عزيز بتفتح الخزنه. بيخشوا جوه بيدوروا على الصندوق بيلاقوا البنت دي. راكش بيقول لها بريا يخرب بيتك بتعملي ايه هنا؟ بيفكوها. مش بتقول لهم مين دي؟ راكش بيقول لها مرات اخويا قصدي كانت خطيبه اخويا فيروز. بتقول له اكبر يا راكيش انا ست متجوزه دلوقتي. مش بتقول لهم ما علينا فين الصندوق؟ فيروز بيقول لها هو ده الصندوق هي دي مفتاح السلاح. كلهم بينصدموا. بريا بتقول لهم بالظبط انا السلاح اللي ابن الهرمه ده هيدمر بيه الهان انا كران كافاتش. كران بيقول لها وايه كران كرفنكرتكش ده كمان؟ بتقول لهم خليني احكي لكم من البدايه انا جنديه في الجيش الهندي. بتروح تقف مع القاده بتقول لهم التكنولوجيا في الاسلحه بقت مهوله ممكن في اي وقت تحصل حرب عالميه ثالثه. ليه احنا ما نعملش درع دفاعي ونسميه كران كافاتش؟ لو عملنا الدرع ده الضرب هيبقى شغال ومفيش اي طلقه هتخش عندنا. الصاروخ قبل ما يخش عندنا هيخبط في الدرع اللي احنا هنعمله هينفجر بعد خالص عننا. الفكره يا شباب ساعتها عجبتهم وفعلا انا بدات شغل على الدرع وخلصت الدرع وحطيت كل المعلومات اللي تتحكم في الدرع دي في هارد. عادل بيروح لها وبيقول لها بصي فكره معلومات السلاح تبقى في هارد دي مش عجباني. ممكن اي حد يخترق الهارد ده ويوقف الدرع ويضربنا. عايزين المعلومات دي
دي تكون في مكان امان. بتقول له انا عندي فكره، هنحط المعلومات في عقل بشري ده اللي محدش هيعرف يخترقه. وفعلا بتحاول تدور على اي حد تحط فيه المعلومات. طبعا محدش رضي يخزن المعلومات دي في مخه. اضطريت انا اعمل العمليه وخزنت المعلومات دي كلها في دماغي. بابا بتقول لها نهار اسود، يعني انت كمبيوتر دلوقتي؟ بتقول لها مش بالظبط. فيروز بيقول لها باختصار بريا هي مفتاح الدرع ده، وساعتها جاتنا معلومات ان في حد عايز يخطفها ويخترق دماغها، فاضطرينا نقول لها في مكان امان شويه. بعتناها على القاعده الشماليه، ولكن ابن الهرم ابو قناع ده خطفها. راكش بيقول له انت ازاي عرفت كل ده؟ ازاي عرفت ده كله ومش قايل لي؟ بيقول له بعد ما اتحكمنا محاكمه عسكريه انا خدت الجنسيه الايطاليه، وبعدها بكام سنه اشتغلت في البترول. قبل ما يكلموك بكتير كان عادل مكلمني، ما قدرتش طبعا ارفض له طلب. بيقول له بس رفضت صاحبك، وانا اللي كنت فاكرك جيت علشان تنقذني، هتريك جيت تكمل مهمتك. فيروز بيبص على الكاميرا دي بيقول له لا يا غبي، انا وانت اتضحك علينا. بابا بتقول له ما هو بصراحه الموضوع غريب، لو كان الكلب ده عايز يخترق دماغ بريا وياخد المعلومات منها ليه ما خدهاش لحد دلوقتي؟ احنا اتسحبنا هنا تدريجيا. فيروز بيقول لها بالظبط دي لعبه اتلعبت علينا. بيمسك الكاميرا هو بيقول انا عارف انك شايفنا يالا، بس ما اعرفش انت عايزنا في ايه، لو كنت راجل وريني نفسك. وفعلا ابن الهرم بيكون شايفهم وبيروح لعاده. بيقول له يا سلام، فيروز وراكيش الاتنين اللي بحلم بيهم ليل ونهار جه وقت الحساب يعدوه. وفعلا رجالته بيفجروا المكان من فوق، قوه القنبله بترمي كل واحد فيهم في ناحيه. بياخدوا بريا معاهم في العربيه وبيهربوا من المكان. بيركبوا المكان وبياخدوها جري وراهم. راكش بيزحلق المكنه وبيخش لهم جوه، بيخلص على الناس الطبيعيين. اما بقناع ده ولا حاجه بتاثر فيه، مهما بيكسر فيه زي ما هو ما بيتخداش. بيبداوا يسيطروا شويه، ولكن بتحضر في المكان الهليكوبتر دي، بتنزل عليه واحد مقنع تاني هديه، بينطوا سبحان الله بالظبط بيجي على العربيه. فيروز بيشوفه بيسخن المكنه هو بيروح جري بيرمي المكنه، وسبحان الله الطياره بتنفجر وفيروز بينزل جنب المقنع تاني على العربيه. انها الكدبه الهنديه. المهم بينزل سخن عليه، وراكش بيكون مخبط في اللي تحت، وها هي القاضيه اللولبيه. بيرميه بره العربيه، واللي فوق بيسيطر على فيروز. بيقول بنت يا ماشا اضربي فرامل يا بنت خلينا ارمي لتحت. بتضرب فرامل وفعلا بيرميه لتحت، بتخش عليه بالعربيه ولكن بيبعد عنها. وهم ماشيين اولاد الهرمه بالعربيه دي بيخبطوا فيهم، بيكتروا عليهم بيثبتوهم بالاسلحه. ابن الهرمه رئيسهم بيحضر في المكان، بيروح لهم وبيقول لهم هلا والله مش عايزين تعرفوا انا مين؟ فيروز بيقول له مين؟ حماده رشه. راكش بيقول له لا يا عم ده اكيد محمود كله. بيقول له لا يا عم ده اكيد مختار كوكلي. بيقول لهم لا كله الا مختار كوكلي، انا ما جيش فيه شكه. بيقلع نص القناع وكلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. بيقول لهم ايوه انا كنتوا احسن مني بكتير، ولحد دلوقتي فاكرين انكم احسن مني بكتير يا شباب. اقلعوا الاقنعه. الاثنين التانيين بيقلعوا الاقنعه والصدمه بتزيد عليهم يا صديقي، لان الاثنين اللي مطلعين عينيهم من اول الفيلم هم نسخه منهم. بيقول لهم بالظبط انا نفذت اللي محدش كان راضي بيه، واخيرا هكتب نهايه الهند بايدي. بياخدهم والدنيا بتكون مقلوبه، والاعلام بيقول الظاهر ان اللي خطفوا الضباط الهنود كانوا ارهاب، يا ريت الشرطه تشوف شغلها كويس وتقف جنب الضباط الهنود. والضباط الهنود بيكونوا مستسلسلين، وانت صديقي مش عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. ركز لانه يقسم لك اللي فات كان تسخين واللي جاي كله فيتامين. المهم ابن الهرمه بيقول لهم ازيكم يا اخواتي، ما تخافوش مش هقتلكم، لاني لو قتلتكم هرحمكم، لازم تتعذبوا زي ما بخيانتكم ليا عذبتوني. ولكن انت يا بريا اكبر خاينه فيهم، اما انت يا فرفوره اكيد مش فاهمه اي حاجه ولا تعرف اخواتي واصحابي عملوا فيا ايه. خليني احكي لك اللي حصل من 7 سنين فاتوا، يوم خطوبه فيروز على بريا. راكش بيكون كالعاده واقف مع فيروز، وكبر بيخش عليهم بياخدهم بالحضن. روكي بيقول له يا عم انت نسيتنا خلاص، شغلك في لندن نساك اولاد بلدك الشقيانين. بيقول لهم والله طلع عين امي يا عم، انا لا بنام ليل ولا نهار، ما انتوا عارفين شغل محتاج تركيز. المهم يا ده فيروز مبروك على خطوبتك من بريا. بيخش عليهم عادل. كبر بيقول له ازيك يا فندم؟ بيقول له زي الفل يا وحش، عندي امل فيك يا كبير وفي شغلك هتنقل البلد دي كلها باختراعك في حته تانية. بيقول له ده وعد يا فندم، وعد اني هبهرك بشغلي، دول 15 سنه في اختراع واحد، كلها كام يوم وهتشوف اختراعي انا والمساعده بتاعتي بريا. وفعلا بعد كام يوم بيحضروا في قاعات الاجتماعات كل قاده الجيش الهندي. كبر بيقول احب ارحب بكل القاده المحترمين اللي ياما تعبوا علشان يوصلوا البلد للمرحله دي، تعبكم وشقاكم خوفكم على جنودكم وبلدكم كل ده ما كانش بينيمني الليل، دماغي كانت شغاله ليل ونهار بفل وز وشرشار، وبعد تفكير من نار اخترعت مستقبل للجيش الهندي جبار، الجندي الجديد الوحش اللي من حديد اكس. بيسقفوا له وبريا بتقول احنا عندنا دبابات وطيران، كل ده ما بيتزعلش عليه في حاله حرب تدمر، انما بنزعل على الجندي اللي بيموت في الاله دي، وللاسف ما بنعرفش نعمل حاجه لان ما فيش ميت بيرجع للحياه، ولكن بعد الجندي اكس ما حدش هيموت تاني. كبر بيقول لهم لان هذا الجندي الخطير، ترى والله هذا الجندي الخطير هنعمل منه نسخه و10 و20، هنصنع الريبوت ده بالحمض النووي من اي جندي بشري وهيطلع نسخه منه طبق الاصل. هقول لكم ازاي، احنا عندنا اقوى 2 في الجيش الهندي راكيش وفيروز، يا ريت تيجوا تتفضلوا هنا. بيروحوا
له بيقول لهم انا خدت من الاتنين جرعتين، ودي المفاجاه نسخه طبق الاصل من الاتنين، مش نسخه واحده. احنا هنعمل 1000 2 زي ما احنا عايزين. تخيلوا قوه الجيش الهندي، مش هيبقى عندنا راكيش وفيروز بس، هيبقى عندنا منهم الاف وملايين. والمفاجاه الاكبر ان راكيش وفيروز بيجي عليهم اوقات ما بينفذوش الاوامر، لان هم في الاول وفي الاخر بشر بيفكروا في القرار قبل ما ياخدوه. يا ترى ده صح ولا غلط؟ ولكن الجندي اللي انا هصنعه بينفذ المطلوب بالحرف الواحد، لان لا عنده مشاعر ولا احاسيس، دماغه هتكون في ايد بشري. هوريكم حاجه بسيطه. فريق فيروز جاهزين؟ فريق راكيش جاهزين؟ اضرب. وقفوا الضرب. اضرب تاني. وقفوا الضرب. عادل بيتكلم مع القائد والكل بيسيب الاجتماع ويمشي. بريا بتروح له وبتقول له ايه القرارات المفاجاه دي؟ احنا ما اتفقناش ان الريبوت هياخد قرارات بايد بني ادم. بيقول لها حبيت اخليها مفاجاه. الجندي ده بيقول له عادل بيه عايزك يا فندم. كبير بيروح له. القائد بيقول له انت ابوك يا ابني عمل انجازات كتير في البلد دي وبجد انا فخور بيه. بيقول له تسلم يا فندم. بيقول له ولذلك انا عايزك تلغي كلمه جندي من الاختراع بتاعك وتكتب بدلها ارهابي. يا ريت توقف المشروع بتاعك ده يا ابني. بيقول له ليه يا فندم؟ عادل بيقول له لان الفرق بين الجندي البشري والجندي اللي انت هتعمله، الجندي البشري عنده مشاعر، عنده عقل يحكم ويعرف ايه الغلط وايه الصح. البشري وهو في حرب عدو لو طلب منه ميه بيشربه. القائد احيانا بيكون فاكر العدو حبيب والعكس، بيدي الجندي اوامر بالقتل او القبض، ولكن القرار الاخير بيكون للجندي اللي رايح المهمه، بيشوف ان كان الشخص اللي قدامه يستاهل الموت القبض او بريء. انما اختراعك ده لا مشاعر ولا احاسيس ولا هيعرف يفرق بين الغلط والصح، هياخد اوامر القائد وينفذها حتى لو كان القائد فاهم غلط. القائد هيقول اضرب هيضرب، ما تضربش ما يضربش. عرفت الفرق بين الجندي البشري والجندي اكس اللي انت عايز تعمله؟ بيقول له ما هو القائد يكون دارس المهمه اللي هيطلع عليها الجندي اللي انا هعمله. بيقول له ولنفترض القائد اللي بيتحكم في الريبوت ده راجل خاين يا اخي ممكن يدمر البلد. القائد بيقول لهم احنا هنعمل جرعه نشوف مين اللي موافق على المشروع ده يتم ومين اللي مش موافق. اللي موافق يرفع ايديه. ما حدش بيرفع ايديه. اللي موافق المشروع ده يقف يرفع ايديه. الكل بيرفع ايديه بما فيهم راكيش وفيروز. عادل بيقول لكبير بكره الصبح تكون مقفل المشروع بتاعك ومسلمهوني. بيقول له بالسهوله دي؟ نص ساعه ضاع فيهم تعب 15 سنه كلكم بعتوني. في يوم من الايام مشروعي ده هيتنفذ بره وهتندموا كلكم. عادل بيقول له خلي اللي ينفذ ينفذ، احنا على مبدأنا ثابتين. بيقول له انت راجل حقير. بيكون خلاص هيخش عليه، ولكن راكيش وفيروز بيثبتوا تثبيته مجرمين. عادل بيقول لهم سيبوه، دي لحظه غضب مش هعاقبه عليها دلوقتي، يلا غور قفل المشروع يلا. وفعلا بيروح على مكان المشروع هو بيكون في منتهى الغضب. بريا بتقول له خلاص حصل خير. بيقول لها خير؟ عسل وفطير، انا مش هوقف المشروع ده، هاخده وهبيعه بره، واول حاجه هحارب الهند. بيروح لرجالته هو بيقول لهم انتوا عرفتوا كل اللي حصل بعد تعب ليالي 15 سنه عايزين يقفلوا المشروع بتاعنا. انا هكمل، وبدل ما كنا هنسلم المشروع ده بعد بكره هنسلمه النهارده بالليل، وبدل ما كنا هنسلمه للهند هنسلمه لاعدائنا. مين معايا؟ انت ومين معايا؟ بيقولوا له معاك يا ريس. بيروح لبريا هو بيقول لها لو مش معايا خدي بعضك وامشي من هنا علشان هقفل المختبر، وبيسيبها ويمشي. ولكن بريا يا صديقي بيكون مصوره كل اللي حصل وبتبعت الفيديو لعادل. عادل طبعا بيبعت الاثنين المجانين اللي معاه، وابن الهرمه بيكون قرب يخلص اول ريبوت من اختراعه. غلبان ما يعرفش ان اللي داخلين عليه ملوك جنان. بيخلصوا على اغلب رجالته بره، وبمساعده بريا بيخشوا له جوه، بيستخبى منهم ورا الازايز دي بيكسروها عليه، ولكن ابن الهرمه بيختفي. بيخرج لهم رافع سلاح على بريا، وفيروز بيقول له سلم نفسك يا كبير، اللي انت بتعمله ده خطير. بيقول لهم هتضربوا اخوكم كبير؟ على اخر الزمن هناكل في بعض، خليكم معايا وصدقوني هنكسب ملايين، انا وانتوا هنحكم العالم بالاختراع ده. والقاده بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل من الكاميرا اللي فيروز معلقها في الجاكيت. راكش بيقول له ولا كنوز الدنيا تستاهل ان احنا نخون بلدنا يا كبير. بيقول لهم فكروا مش هتندموا. راكش بيقول له ولا فيروز الواد ده بيلوك كتير، اديله شهاده تقدير. بيديله شهاده التقدير وبياخدوا بريا ويمشوا. كبير بيخلص هو بيقول لهم بعد ما عملتوا كل ده الجيش الهندي عمل معاكم ايه؟ عمل معاهم الجلاش يا صديقي. القاضي بيقول لهم راكش وفيروز انتوا رحتوا تقبضوا على المجرم كبير، ولكن بدل ما تجيبوه عايش قتلتوه، ومش ده اللي كان مطلوب منكم، ولذلك انتوا الاتنين بره الجيش الهندي. وفعلا يا صديقي بياخدوا منهم سلطتهم. وفيروز بيروح لبريا بيقول لها انا وانت مش هينفع نكمل، هو بيسيبها ويمشي. كبير بيقول لهم هو ده اللي كافئكم بيه. طبعا انتوا محتارين ازاي قتلتوني وانا لسه عايش؟ ما كنتش انا، كان اول ريبوت من اختراعي، كان نسخه مني اكلافي. وفعلا يا صديقي هم ضربوا الازايز دي، الماده اللي فيها نزلت على نص وشه وشوهته. اختفى وخرج لهم النسخه بتاعته، واما كان بيتكلم معاهم هو اللي كان بيتحكم في النسخه بتاعته من بعيد. واما خلصوا عليه كبير بيخرج له وبياخده في حضنه وبيفضل يعيط عليه. بيقول لهم عارفين ليه كنت بعيط عليه؟ لانه كان زي ابني، اول طفل ليا، ولكن شوف القدر يا اخي مكتوب لكم تعيشوا علشان تشوفوا اسود ايام حياتكم. هقول لكم ازاي هخلص على الهند. ال7 سنين اللي فاتوا بريا كانت بتعمل الدرع للهند، وانا خدت الحمض النووي بتاعكم وعملت نسخه طبق الاصل منكم، حتى في قدراتكم نسخه منكم. هستأذنكم بقى هروح اخلص مهمتي وانهي موضوع الهند ده. هفك الدرع ببريا وهضرب الهند بالصواريخ بتاعتها. بريا بتقول له مش هتعرف. بيقول لها يا اختي على الثقه، ده انا نسيته، انا معايا واحد حبيبكم. بيكون مين؟ عادل يا صديقي. بيخرجوا من الصندوق بيقول له هتقول لهم الحقيقه انت ولا اقول لهم انا؟ عادل بيقول لهم انا اللي جبتكم هنا انتوا الاثنين، بعتكم ليه علشان اخد
وبياخد منه الصندوق. بس اللي ما تعرفوش يا كبير ان راكش وفيروز ما سابوش الجيش الهندي، احنا كنا مشغلينهم في السر، واما انت طلبتهم بوست ايدي صابع صابع لاني كنت واكل كوارع. اما انت قلت لي هات لي راكش وفيروز فرحت قوي لانك سهلت عليا جايتهم. هم كده كده اصلا مهمتهم يوقفوه، وصدقني هيخلصوا عليك قبل ما تعمل اي حاجه. بيخرج سلاحه وبيخلص عليه، بيقول لهم ما تقلقوش انا عامل نسخه منه، ايه رايكم فيها يا رجاله؟ ولعوا في الكلاب دول. بياخد بريا معاه وبيمشي من المكان. اولاد الهرم بيولعوا عليهم الشوايه وهم الاثنين بيحاولوا يفكوا السلاسل ولكن ما بيعرفوش يا صديقي. بينزلوا تخبط في الخشب ده لحد ما المكان بيقع عليهم. تفتكر ان في حاجه حصلت ليهم؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. بيخرجوا هما الاثنين هايجين واللي بيقع في ايد واحد فيهم اخره كدبتين. بيخلصوا على اللي في المكان وبيرجعوا الهند كلهم زعلانين على القائد عادل. بيوصلوا الكتيبه وراكش بيقول له ما فيش وقت قدامنا يا فندم، كبير هيبدا يدمر في الصين وباكستان، احنا لازم نوقفه والا الامم المتحده هتعاقبنا وبرضه هيضرب نص الهند. بيقول لهم طيب خدوا قوه معاكم. فيروز بيقول له لا دي حرب بيننا وبينه بلاش نكبرها يا فندم. وفعلا اولاد الهرم بيهجموا على المكان اللي فيه الدرع وبيسيطروا عليه بالكامل. فيروز وراكش بياخدوا ميشا وباو وبيروحوا جري عليهم. بمجرد ما بيوصلوا هناك اولاد الهرم بيخبطوهم بصاروخ يدب دوخ الطياره بتنزل تنفجر، برضه ما بيحصل لهمش اي حاجه انه الكذب الهند يا ساده. بيخرجوا من الطياره زي الفل ما فيهمش اي حاجه وبينزلوا تخبط فيهم بالاسلحه ما بيشوفوش حد قدامهم. وسبحان الله طلقاتهم هم اللي بتصيب ولا طلقه من الاعداء حتى بتيجي ناحيتهم. عارف ليه يا صديقي؟ لان الطلقه تخاف منها. الله يصبرني ويصبركم. ابن الهرم كبير بيكتب الباسورد هو بيخش على المعلومات يفك الدارع. راكش وفيروز بيخلصوا على كل الجنود اللي بره هو بيخرجوا لهم الروبوتات النسخ منها. اولاد الهرم بيضربوا عليهم بالمدافع والدرع بيبدا يتشال. وراكش وفيروز كل واحد بيخش على النسخه بتاعته والاثنين الروبوتات بيكونوا عليهم مسيطرين، فيهم حاشيين في وشوشهم مخبطين. بيحشرهم في بعض تاني. بيقول له اصل الواد شبيه ده حافظ كل تحركاتي. بيقول له طيب ما تخش انت على بتاعي وانا هخش على بتاعك. وفعلا كل واحد بيخش على بتاع التاني بيسيطروا عليهم وبيكسروا في عظمهم بكل غباء. بيحاولوا يقتلوهم ولكن اولاد الهرم ما بيحصل لهمش اي حاجه. راكش بيقول له بقى يا بنت العيال دي ما بتموتش ليه؟ هنقتلهم ازاي؟ بتقول له كهرباء شديده ونار هتخلصوا عليهم. وفعلا فيروز بيركب عربيه وراكش بيركب عربيه والثلاثه بياخدوها جري وراها. راكش بيخليهم وراه بالظبط. هو بيروح ناحيه الضغط العالي بينط من العربيه وسبحان الله بينزل في عربيه فيروز. الريبوتات بيلبسوا في الكهرباء وعربيه بنزين الطياره بتنفجر فيهم. واخيرا صديقي خلصوا منهم. بيكونوا في طريقهم لابن الهرم الثاني ولكن ابن الهرم بيشحن جسمه. فيروز بيقول له خلاص يا كبير لعبه خلصت. بيقول له لا لسه هتبدا يا عمري. بيدوس على الزر ده الصواريخ بتتوجه على الصين وباكستان ونص الهند وطبعا درع الحمايه اتشال من على الهند. ابن الهرم بيخش عليهم كل الامانه بيكون خيال بيكسر في عظمهم بكل غباء ولكن الاثنين بيقفوا في ظهر بعض وقفه رجال. واخيرا الحركه بتمشي يا خال. بيسيطروا عليه وهي واحده والثانيه والثالثه والرابعه بيكون الرمح ده منغوص في كرشه ومخلصين عليه. بيحطوا الباسورد على الكمبيوتر. فيروز بيقول له حط اسمه اكتب كبير. بيكتب كبير برضه بيطلع غلط. بيقول له على فكره احنا قدامنا محاوله اخيره والجهاز هيقفل. والصواريخ صديقي طالعه زي الرز. بريا بتقول له اكتب اكلافي كان بيحبه زي ابنه. وفعلا بيكتب اكلافي بيحمل واخيرا بيخش على النظام. بيفرحوا قوي وباو بتقول لهم عاش عليكم حولوا التحكم عليا واطلعوا من عندكم. راكش بيقول له خد بريا واطلع من هنا وانا هاجي وراكم. بنت يا باو احول لك ازاي التحكم؟ بتقول له هتلاقي زر عندك كده ابيض فازرق ادوس عليه. فيروز بيخش عليه بيقول له يا عم انت ايه اللي رجعك تاني امشي من هنا الحاجات دي ما كانتش في جيلكم اصلا. بيكسر الازاز ده وبيحول لها التحكم. بتقول له تمام التحكم عندي اهربوا من عندكم. فيروز بيقول له المشكله ان التكنولوجيا دي في زمانكم بس يا خساره واحد زيك حمار ما بيفهمش حاجه. بيقول له هسيبك بس علشان نمشي. وفعلا صديقي المكان بيكون خلاص هينفجر. بياخدوها جري من المكان وبيخرجوا منه في اللحظات الاخيره. باو بتشغل الدرع وبتعطل اغلب الصواريخ. باقي الصواريخ بتضرب في الدرع وبكده قفلوا المواضيع. المهمه بتنجح والفضل يرجع للثنائي الخطير راكيش وفيروز. بيرجعوا بلادهم وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده ولكن ابن الهرم كبير بيكون لسه عايش. وهنا بينتهي الفيلم. انا مدلعك يا صديقي ولذلك لازم تدلعني باللايك تمتعني وبكلمه في كومنت تشجعني وتشترك في القناه لو اول مره تشوفني وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار وترجع تاني تسمعني. وخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.